الجون التاني الوضع ما كانش أحسن، تخيل إنه أصلا كان هجمة خطيرة للنادي الأهلي بس تريزيجيه واقف غلط. ما الكرة برضو يا جماعة مش روح وحماس وبس، شوف زيزو واقف الناحية التانية وجسمه معدول بحيث لو الكرة جاتله يقدر يحطها قدامه ويروح على الجون. قارن بقى وقفة زيزو بتريزيجيه، ظهره أصلا لجون بيراميدز، فطبيعي لما يستلم الكرة هترد منه لورا لأنه مش عادل جسمه. وبعد فاصل من العك الكروي الكرة ردت. وبص بقى معايا على إمام وبن رمضان وبن شرقي ومروان عطية، كلهم في مربع واحد، وده دليل على العشوائية وإن كل واحد شغال بمزاجه ومفيش لا نظام ولا أدوار واضحة من يثرب. الكرة في الهوا، ناصر ماهر عايز الكرة ومروان بدل ما يبقى عايز الكرة ده بيلعب على جسم ناصر علشان المنطق ينتصر، واللي عايز يلعب كرة بيقدر يحجز على مروان وهو اللي يلعب الكرة فعلا. الحمد لله بالرمضان هو اللي أخد الكرة دي. ارجع بقى بالرمضان لياسر أو لف ظهرك، كده كده ظهرك فاضي وحطها لإمام عاشور اللي فاضي برضه. بس هو حب يصعبها وحب يلعب مع كوكا اللي أصلا مقفول عليه، علشان إحنا ما ينفعش نلعب السهل في النادي الأهلي، لازم نعمل الغير متوقع عشان ياسين مرعي على طريقة محمود مرعي مع شيكو بنزا، مش عارف هم اخوات ولا إيه، يفوت الكورة وبعدها ياسر يتزحلق ويقع على وشه وفيستون مايل يجري بالكورة، وشوبير بقى كمان مش عارف الأول يرجع وبعدين يطلع، فما بيعملش حاجة خالص والكرة تخش جون.